بس وجنحة او جنايه براءتك معايا محترم المحامي شبرا الخيمه. يعني انت اسمك محترم. انا اسمي محترم، يعني ميم أنا ح ت ر ميم. فالاسم اداني شهره واداني ميزه انا ما احلمش بيها في حياتي. اهلا بيك. انا بقرا اسمك والناس كلها بتقول لي اسمك الاستاذ محترم. يا باشا، انا الاسم ده ليه قصه غريبه معايا. طبعا اللي مسميني الاسم ده والدي، وربنا يبارك في السعوديه. والدي كان شغال مع واحد سعودي فكان اسمه المحترم، فكان باب رزق عليه وحاجه وسع ربنا عليه، فسمى الاسم ده عشان خاطر الراجل ده كان رزقه واسع عليه، كان بيعمل معاه يعني، الله يبارك له. فالاسم اداني شهره واداني ميزه انا ما احلمش بيها في حياتي يعني. يعني انت اسمك محترم. انا اسمي محترم، يعني ميم انا ح ت ر ميم، لا، ما انا محترم. واخد بالي، انا مش غريب، انا من هنا. ماشي. اه، لكن كلمه محترم يعني انا اجي اسلم عليك او اتكلم معاك اقول لك عارف يا محترم، فده صفه مش اسم. يا فندم انا تعرضت للمواضيع دي في حاجات، ان الناس ممكن تشوف اليافطه عليها اسم محترم تضحك لوحدها، مش مصدقين الاسم. انت فالطبيعي محامي. فالطبيعي ان حضرتك تقول كده. بس انت بتقول لي انك مش معاك شهاده انك يعني من الدوله انك انت ايوه، ما المحترم. فيش حد محترم في البلد غير انا، بشهاده الميلاد بالبطاقه بكله، بطاقه مع ما حضرتك. حدش اسمه محترم اصلا. ماشي، احنا بنحول الاسم لصفه لا من باب لا لا. الدعابه يعني، مش اكتر. طب قول لي يا استاذ محترم، وانت راجل محامي، الاسم ده وانت في مجال القانون والعمل مع المتهمين ما بيسببلكش اي احراج مع ده المتهمين؟ مسبب لي شهرة، مسبب لي ثقة، مسبب لي حاجات كتير حلوة. أصل اللي بيسمع الاسم مش متكرر كتير، فاللي بيسمعه بيعلم معاه. أنا في قضاة كتير قوي، قضاة مستشارين يعني، مش كل القضاة بتبقى حازمة يعني على المنصة، في قضاة بتبقى عندها روح القانون والدعابة السنة ولو حاجة بسيطة. كلهم كانوا اما يجي يقول لي سموك ليه محترم واديك براءة. ف... فدي حاجة قبول بتاع ربنا، ودي حاجة أكتر بحبها أنا طبعا يعني. طبعا. خليني اسالك بقى سؤال، انت وانت صغير ايام المدرسه كنت بتتعامل مع الحكايه دي ازاي؟ الاطفال اللي زيك. لا، بتعامل معاه عادي يعني بيقول لك هو. خد يا محترم خد يا. يعني ما هو في اسامي نادره كتير، مش اسم انا بس. طب حد فيكم تخيل لو هو، انا اسف يعني، اتفضل. قرر يشتم وانت اسمك محترم، فتخيلي مشاكل ما الصبة ينفعش ان ايه. انا في الشغل حتى يقولوا عليا ده اسمه محترم بس مش محترم، دي اللي تضايقني، فالموضوع هيخش في حته مش طب ما هو حلوه. لو الموقف ده ده لو حصل، قصد خليني حضرتك. اسالك سؤال، لو الموقف ده حصل وحاجه اتاخدت قدامك فواحد من الزملاء قال لك لا مش محترم اللي خدها، ايه؟ عادي بتعامل معاه الاسم. انا بقول لحضرتك قعدت مثلا 3 4 سنين هنا، كل اللي قبله طلع له الكارنيه عشان يصدق الاسم. الناس يعني انت اسمك طب احنا عارفين انك حضرتك شخص محترم، لكن اسمك ايه؟ فبضطر اطلع الكارنيه. يعني اول في المهنه اول 3 سنين كنت بطلع الكارنيه كتير قوي على المنصه، لربما القاضي يفهم ان انا ايه بتريق اه، ولا بقول حاجه. وانت بتقول اسمك اه، يعني. ولا بقول اسمي، بس ده طب الطبيعي. وعندك ولاد؟ لا لسه على الله، والله ربنا ما كرمنيش، بس الحمد لله تمام يعني كل بس. كل اللي شفنا يدعي الاستاذ محترم ان شاء الله ربنا يرزقه السنه دي، وان شاء الله يكون وشنا خير عليه، ومذيع الحرم يدعي لك اللهم امين السنه اللهم دي امين. يفرح قلبك ان الله شاء يخليك الله. يا عمنا، تسلم. وانا سعيد جدا، مرتاح معاك نفسيا، حاجه مريحه نفسيا يا رب يعني. يخليك. يعني نفسي اشوفك في اعلى المراتب في الاعلام، ان شاء الله. لانك انت بتستاهل يعني. من الوهله الاولى نقول حاجه يعني، اللهم صل يا على رب النبي يعني. يخليك. وش بشوش ذكي، حاجه حلوه يعني، ربنا يا رب يوفقك. يخليك. انا مش بطبل ولا بجامل، انا بقول اللي انا حاسه، وانا اول مره اقعد مع يا حضرتك رب فانا بقول اللي يخليك. انا شايفه. والله هو في يعني في مواقف ومواقف عشان ما بقاش كداب. يعني ساعات ابقى محترم او ساعات محترم الا ربع، فبتمشي معايا. الحمد لله، توفيق من عند ربنا يعني. بشكرك جدا استاذ محترم، بس اشكرك. بس وجنحة او جنايه براءتك معايا محترم المحامي شبرا الخيمه. اي حاجه يمين شمال احنا شغال. زي في المدرسين امبراطور الفلسفه وسلطان اللغه العربيه، حاجات كتير بنسمعها. انا بشكركم جدا وبشكر استاذ محترم، وانت هتفضل طول عمرك بس محترم. تقول محترم المحترم عشان انا ما نخش في قصه تانيه. بشكرك جدا. شكرا يا فندم.